السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. لو في أي حد بتواجهه أي مشكلة فما ترددش يتواصل معانا، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نحاول نساعده ونحل له المشكلة بتاعته. والتواصل مع البرنامج وعرض المشاكل هيلاقي كل المعلومات متاحة تحت في صندوق الوصف. وطبعا ما تنساش اللايك والشير والمتابعة والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد لينا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة عضو معانا بيقول: مشكلة صاحبي، حبيت بنت خالتي واحنا لسه صغيرين، وكنت حاسس انها كمان بتحبني من نظرتها واهتمامها. فجأة لقيت اخويا اللي اكبر مني بيقول لامي انه عاوز يخطبها. امي طبعا وافقت وفرحت، وانا مش عارف اقول ايه ولا اعمل ايه. اخويا وقتها كان عنده 25 سنة وانا 20 سنة. عرفت ساعتها انها رفضت، وقتها اتأكدت انها بتحبني، بس للاسف خالتي ضغطت عليها ووافقت. ومن وقتها وانا مدمر نفسيا. يوم فرحهم عيني جت في عينيها ونزلت دموعنا احنا الاتنين. قررت بعدها اني اسافر بره واشتغل عشان انسى. وسافرت فعلا، بس للاسف ما قدرتش انسى. اتجوزت اخت واحد صاحبي، وفي فرحي حصل نفس اللي حصل في فرحها. وقتها اتاكدت اننا مش قادرين ننسى بعض، وحسيت اني بظلم مراتي معايا. عشت مع مراتي وخلفت منها 2، وعمري ما عملتها وحش، بالعكس خالص. احساسي اني ظلمتها علشان بحب غيرها مخليني اعملها كويس جدا. ما كنتش بروح لاخويا غير كل فتره وفتره بعيده يعني، عشان ما اشوفهاش، لحد في يوم ما اخويا تعب رحت له المستشفى اطمنت عليه. وهي كانت موجودة، وأنا ماشي أخويا طلب مني إني أوصلها، والأول مرة بعد سنين طويلة يجمعنا مكان لوحدنا. وبعد ما ركبت العربية بلحظات بصينا لبعض وبكينا، ولقيتها بتقول لي: ليه؟ قلت لها: ليه إيه؟ قالت لي: ليه ما تقدمتش أنت؟ أنا بموت كل لحظة من ساعة ما اتجوزت، ومش عارفة أخرجك من قلبي. حسيت وقتها إني طاير، والسعادة مليت قلبي، وكنت عاوز أخدها في حضني، بس ما قدرتش. مش قادرين ننسى بعض ونخرج الحب من قلبنا، مش قادرين نعمل حاجة غلط. بتعذب ومش عارف أعمل إيه. بص، مبدئيا انت في القصه بتاعتك ومشكلتك انت مش مظلوم، لا بالعكس انت ظالم. يعني انت مهما انت بتقول بتحاول انت تعامل مراتك كويس وما تاثرش معاها، وما تظلمهاش، يعني عشان انت يكفي ان قلبك مش معاها. لا، انت كده ظالمها. تمام. يكفي ان مشاعرك دي اصلا واحساسك مش معاها. فصدقني المظلوم في القصه مراتك اولا واخوك. دوت اول نقطه. تاني نقطه: انت طبعا زي ما قلت لك انت ظلمت اخوك. تمام. والغلط جاي من ناحيتك انت. ما كان في يعني ساعتها في الوقت دوت المفروض كنت اتمسكت بحبك اكتر من كده. يعني معلش، لو انتوا الاتنين بتحبوا بعض كانت من انت مش شويه، هي من ناحيتها هي برضو شويه، كنت وصلت صوتكم، كنت فهمتم يا جماعه لا احنا بنحب بعض. صدقني والله، يعني انت استصعبت الموضوع ما كانش صعب. يعني حتى لو اخوك عرف كده، يعني ما يعني زي ما بيقولوا زدنا في دقيقنا. فحتى يعني مثلا لو انت كنت ارتبطت بيها، فما كانش يحصل خلاف ان انتوا قرايب في بعض. فهمتني؟ بالنسبه لخالتك، يعني انت بالنسبه لخالتك انت زي اخوك. فانت صدقني عملت المشكله. المفروض كنت حاربت عشان حبك، وكذلك هي برضه كنت استسلمت الامر الواقع. انتوا الاتنين غلطانين في النقطه دي. تمام. الرساله بوجهها لك انت ما فيهاش كلام: ابعد خلاص. يعني ما ينفعش. دلوقتي حاليا دي مرات اخوك. فلو حصل اي تواصل ما بينك وبينها واخوك عرف بيه، تمام، صدقني هتخسر اخوك. ما تخسرش اخوك بسبب اي سبب، حتى لو كانت مراتك ما تخسرش اخوك. فانت اللي بتعمله دوت بيصير هيجي وقت اللي انتوا فيه دوت هينكشف ويبان. بس ساعتها محدش هيقدر يعذركم، يعني محدش هيقدم لكم عذر. لا، هيبقى الموضوع صعب، الموضوع هيبقى شديد جدا بالنسبة ليها هي وبالنسبة لك انت. يك بس تخسر اخوك. فصدقني لا، ابعد واقفل اي باب للتواصل بينك وبينها. اي باب للتواصل ما بينك وبينها لازم يتقفل نهائيا. وعايز اقول لك حاجه، يعني هو في حديث بس ما طلعش حديث، يعني من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد. وده مش حديث لان السند ضعيف. لكن في السلف يعني وفي الشرع قال لك ايه معناها صح لما يتعلق بالعفه والتقوى. ف يعني الحاجه دي اللي انت فيها يعني سيبها لله. يعني مثلا يعني انت اكتب الحاجه دي جواك. تمام. وكذلك هي، يعني اللي بيحب حد وما يقدرش يوصل له في الدنيا يعاني في الاخره. ان شاء الله باذن الله احنا في الدنيا احنا فيها دي، صدقني هي شويه وهنعدي، دي غمضه عين وهتعدي. الحياه الصح والحياه اللي هي في الاخره.
تمام. فصدقني ما تحاولش تعمل اي حاجه تفرق ما بينك وبينها في الاخره. يعني اتفرقتوا في الدنيا، ما تفرقوش في الاخره. وعايز افهمك حاجه، الست بتيجي في الاخره تتخير يا جماعه، عشان تبقى الناس فاهمين كده. يعني مثلا مثلا لو يعني اتنين متجوزين وما بيحبوش بعض، وهي يعني في يوم من الايام كده وفي الاخره مش عايزاه هو، الموضوع هيبقى بسيط هتكون مع الانسان اللي عاوزاه يعني دوت. وطبعا الله اعلم، ده على حسب ايه علمي. فباذن الله اقدر اكون فدتك، وصدقني موضوعك حل البعد، ولازم تبعد لان لو ما بعدتش الموضوع هيبقى صعب جدا، وما تخسرش اخوك ابدا. مشكلة تعادل معايا بيقول بكره اول يوم جلسه محكمه ليا ضد ام ابني. امبارح كنت مع ابني ومعاها مش سايبها، وعملت كل محاولات صلح ان هي ترجع وتتنازل عن القواضي دي. بقول لها انا باقي عليك وعاوزك، وقالت لي عشان نرجع والحياه تكمل امضي على نفسي ايصال امانه، واحط دهب في القايمه 100 جرام دهب من جديد، وامضي على ورق عقد اتفاق بالمصاريف يعني 800,000. قلت لها محدش مش بيعيش كده ابدا، اتقي الله فيا، انا ما استاهلش ده منك. ازاي اعيش معاك وانت تاخدي مصروفك من بنك وانا وانا اللي بصرف؟ بلاش عند ولا تخربي البيت، ارجعي عن قرارك. ولا كاني بتكلم ومكمله في طريقها. وللاسف خلاص بكره جلسه، يا اما تيجي تعمل اللي انا عاوزه ومش ينقص حرف. يعني كده ارمي حمولك على الله وسيب على الله وسليمه لله، وباذن الله خير. بص يعني سيبها تعمل اللي عاوزاه، قول لها اللي انت عاوزاه تعمليه اعمليه. انت كده كده قدمت عملت اللي عليك، وحاولت تصلح الموضوع، وحاولت ترجع المال المجاريه. بس هي طبعا حطت شروط يعني تعجيزيه، اياك ثم اياك ثم اياك تستجيب اللي هي عاوزاه، ما تنفذش طلباتها. والله يسيبها براحتها، خلي القانون ياخد مجراه يا عم، واللي يحكم بيه القاضي انت تنفذه وخلاص. بس انت ما دام قدمت ايدك للصبح هي مش عاوزه، فصدقني الموضوع مش كويس دوت نقطه. وخدها قاعده، الست اللي تعمل كده مره تعمل كده اكتر من 100 مره. وواضح قوي من الموضوع ان هي الست يعني مش عاوزاك للاسف، وهي اللي بتعمله دلوقتي مع هي عمليه ابتزاز وخلاص، وما توافقش. وسيبها على الله وارمي حمولك على الله، وان شاء الله خير.